بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني. النهارده بقى فيديو جديد من قناه افكار وابداعات مع ياسمين. فيديو جديد اتطلب مني كتير ويا رب يعجبكم وتكون الحلقه النهارده يعني حلوه وخفيفه عليكم. وشكرا جدا للناس اللي دخلوا معانا جدد وربنا يوفقنا جميعا. انتوا بتشتركوا عندنا وبتسعدونا وبتفرحونا واحنا كمان بنفرحكم وبنسعدكم وربنا يوفقنا جميعا. النهارده ان شاء الله الحلقه حلوه ولذيذه ان شاء الله باذن الله. هقول يا صباح الفل ويا صباح الياسمين على اجمل متابعين لينا، ومساء النور ومساء السعاده لو كان برضو الفيديو هيوصل لكم بالليل. النهارده الحلقه بتاعتنا هنعمل كسكسي البلدي الفلاحي اللي هو يعني ما بياخدش مقادير كتير، ما بياخدش غلبه كتير، بأقل حاجات بسيطه هنعمله ان شاء الله. النهارده جايبه 2 كيلو دقيق معانا. قبل ما نبتدي نكون غاسلين ادواتنا كويس جدا. الكسكسي من الحاجه الحساسه، ولا يكوني حاطه برفان ولا يكوني عامله اكل وريحته فايحه في الشقه عشان بيكرف. تكون الحاجه الادوات بتاعتك اللي هتشتغلي بيها كلها مغسوله ونظيفه ومعقمه. معايا هنا 2 كيلو دقيق هفضيهم كده في المنخل. ولازم نجيب غربال. الغربال ده اللي احنا هنغربل بيه ايه؟ الكسكسي. هنتكلم عن الغربال شويه قبل ما نشتغل. في نوعين من الغربال، في واحد كبير وفي واحد صغير. الكبير بيبقى فتحاته كبيره، بيكون الفتحات بتاعته كبيره، بتنزلك الحبيبات بتاعت الكسكسي بتبقى كبيره. لو انت عايزاه كبير كده محصول شويه. اما لو عايزاه ناعم خالص هتشتغلي بالغربال اللي هو الضيق. في منه حجم كبير وفي منه حجم صغير على حسب الحجم اللي انت عايزاه. ده خروم بتاعته بتبقى ضيقه، بتطلع لك الكسكسي ناعم كده وحلو مخرز كده وحلو ايه، بس مش تخين كده عامل. فاحنا هنشتغل بالاتنين النهارده ان شاء الله. هننخل كده الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه بقى تبتدي ب2 كيلو بكيلو، عايزه تعملي كميه بقى اتعلمي وهو مش صعب. هينفعك لما يكون عندك فرح ولا عندك حاجه، عندك مناسبه ولا حاجه، دخله، حنه، تعملي وتاكلي منه حبايبك. هنمشي مع بعض واحده واحده ونشوف الكسكسي هياخد مننا ايه. هننخله ونشوف هياخد مننا ايه مع المقادير بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. في ناس بتاكله بشوربه وفي ناس بتاكله بسكر، على حسب اللي عايز ياكله. ده دقيق سايب عادي اهو من عند العطار. هندخل شويه دول وارجع لك تاني ونشوف هنحط ايه تاني معانا. طبعا احنا هنا نخلنا الدقيق. هنجيب معانا بوله فيها شويه ميه دافيين ونص معلقه ممسوحه كده من السكر. طبعا احنا هندوب السكر يا ربي الملح. انا اسفه. هنحط نص معلقه ممسوحه من الملح. الملح ده عشان سنه، ماشي. لازم ندوبه كده في الميه، ما ينفعش نحطه مع الدقيق عشان يبقى كله دايب مع بعض. والميه دي تكون دافيه، ما يكونش ساقعه ولا سخنه، دافيه فتره كده عاديه، ماشي. دي تاني خطوه من الخطوات الكسكسي. ولا حطينا بيكنج باودر ولا حطينا خميره زي ما بشوف في الفيديوهات التانية. نسمي الله بقى كده ونبتدي. هناخد بايدينا كده ونرشرش كده اهو بالشكل ده، ماشي. هنرشرش ونلم. يبقى احنا هنعمل ايه؟ طبعا زي ما اتفقنا كده هنرشرش بس. الكسكسي عايز رشرشه بس وتلمي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هنفضل على الحاله دي
لغايه ما نلاقيه كله معانا زي الحبيبات السكر. برضو تلمي كنا حتى بقى اصل الحله بتاعتك كده مخليها ايه مرايه، منضفاها يعني ومعقماها، تمليها ميه وتحطيها على النار وتغطيها عشان مفيش حاجه تقع فيها ايه وتغلي بسرعه، عشان هنسوي عليها الكسكسي مش هنسويه جوه الميه. امشي معايا خطوه بخطوه وهتعرفي ايه هنعمل ايه تاني. ماشي يا حبيبتي اهو، هنفضل نرشرش كده. بسم الله بسم الله اهو ابتدى ايه يعمل معانا اهو. بسم الله. الصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. سهرة حلوة كده قاعدة ولا حاجة، تغرفي لك طبق كده وعليه بقى السمنة البلدي والمكسرات بقى وجوز الهند، وفي ناس بترش عليه شوية لبن ما شاء بتحط عليه الله، شوية سكر بودر وسكر كمان. ادعوا يلا بقى لولادنا لحبايبنا اليومين دول بيمتحنوا، ربنا يقف معاهم ويساعدهم يفتح مخهم. عندي ياسمين وزياد بيمتحنوا. يا جماعة. القناة اسمها أفكار بتاعتنا ياسمين. ياسمين دي اللي هو أنا مش ماما، ماشي؟ عشان في ناس بتتلخبط تحسبها ماما. انا مامة ياسمين. امسكي بقى كده وتفركي كده، وانت بتفركي كده شايفه في دقيق تاني اهو، يبقى هي لسه عايزه ميه تاني. ماشي، هنحط لها برده شقشق ميه ونقعد نعمل كده واحده نرشش واحده. مية يعني شوية شوية كده، منحطش مرة واحدة. برده تلمي كده، مش عاجن اوعي تعجني، لمي زي ما انا بعمل كده اهو. في ناس بيسموه المبروم باين حاجه زي كده، اما بسمع بالفجاعيه. هياخد منك قد ايه زي ما ياخد، كوبايتين 3 على حسب من ما ياخد. المية فترة. كل ما تخدميه حلو يطلع معاكي حلو. كسكسي يعني خدمه. نلملم وهننسى حكايه ان احنا نلم. وانت شغاله لازم يكون حله الميه على النار. والله قومت ياسمين من على المذاكره قلت لها بس تعالي امسكي لي الكاميرا، مش هناخد ثواني، ساعديني فيها. من بنتك عروسه ولا حاجه اعملي لها حبه كده واديهم لها. لو عندك حنه اعملي كده وايه، أو مش شرط لو انت عايزة وفرقيه مثلا كده مع تاكلي حاجة الحاجه حلوة. الساقعه كده مع حبايبك. أو مش شرط، ممكن لو تكون عايزة في تاكلي حاجة حلوة الحنه أو في تشبعك أو التجليد كده. بيعملوه في الافراح. طول ما ابتدى يدي الشكل ده معاكي يبقى كده بقى تفركي بقى، تقعدي تدعكي كده على ايدك كده اهو، تفروليه من بعضه بقى. طبعا انت بقى من غير كاميرا هتبقي مشمره هدومك ومع نفسك، لكن انا هنا طبعا ما ينفعش ان انا اشمر هدوم كده، بهدل مش مشكله. بسم الله. طبعا ده بيتحط على النار، بيتعمل على دورين 3 على حسب ما تلاقيه ابتدى يستوي معاكي. هفضل افرك فيه كده وارجع لك تاني لما اجي احطه في الغربال بقى عشان ما اطولش عليك الفيديو. اهو يا حبايبي بالشكل ده، بالشكل ده. ماشي بقى اعمل كده اهو،
مفرول كده كنت بالشكل ده بفرك بردك مع ماما. اهو، مفرول كده. المرحله التانية بقى هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كده الكسكسي كده على جنب، او ممكن نجيب صينيه. انا جايبه صينيه نضيفه اهي، غسلاها مظبطاها. هجيب الغربال الواسع في البدايه، واحط شويه بشويه، هوريكي بس بعد كده ايه اكمل مع نفسي عشان اخد راحتي. عشان كده ايه مش عارفه اخد راحتي خالص. بالشكل ده. بصي بقى بينزل ازاي، وريني تحت يا ياسمين. ماما سلسلة. بصي الشكل اهو بصي. بقى حبايبات ازاي اهو. هتقعدي تدوري ايدك كده جوه، هاتي من جوه هنا يا ياسمين، هتدوري ايدك كده. بصي بينزل ازاي اهو. بصي ما شاء الله عليه. بصوا. ولو لقيتي حته طريه معاكي، حطي معلقه دقيق في شفشق الخلاط وشغلي عليه الخلاط، هيفكك ويبقى زي ده كده، حلو زي ده، مفيش حاجه بتترمي. طبعا بتاخدي المصفى بتبقى جايباها على قد الحله، يعني شوفي حله عندك تكون قد المصفى برضو مغسوله وزي الفل اهي مستنياها اهي. ونكون جايبين حته شاشه نضيفه ومجهزينها معانا. تكون بيضة كيس مخده بقى كبيرة. نضيف، اي حاجه عندك. تكون قماشة فلنا مثلا مخصوصة. نضيفه كده، ما تكونش ريحتها اريال ولا حاجه. او تشتري مثلا ايه حته شاشه زي دي كده وتخصصيها للكسكسي وتبقى احنا مجهزاها. جبنا قماشة مخصوص. تجيبي مخصصينها متر ونص للكسكسي. كده حتى وتخليه عندك. هفرك بقى الباقي بالشكل ده. بصي بقى عامل ازاي، ياسمين بتوريكوا اهي. طبعا هي غاسله ايديها. بعمل معاها. بصوا بقى مفرول ازاي. بس طبعا اهي الحبيبات مش ناعمه قوي، هعمله بقى في لسه المرحله بيتعمل على الثانيه مرتين. هيبقى ناعم شويه عن كده. ماشي، اخلص بقيه الكميه وارجع لك عشان ما اطولش عليكي الفيديو. معانا شفشق الخلاط كده. بصي حبه دقيق صغننين كده. تعالي هنا ياسمين وريهم. بصي بصي هو بقى مخرص كده معايا، مش عايز يفك بقى معايا. اعمل ايه بقى لو عمل معايا الحركه دي؟ والباقي اهو زي الفل اهو، فك معانا بقى زي العسل خالص اهو، مفرط خالص. ماشي. الحبه بقى مكلكلين دول مش عايزين يتفردوا، هاخد كبشه بكبشه كده وانزل كده في شفشق الخلاط. ماشي. احط شويه دقيق صغيرين مقدار معلقه او معلقتين، واحط الكميه التانية، ما اكترش، واشغل بقى عليه الخلاط. طبعا هطفي معاكي واشغل عشان ما اعملش صوت ايه الخلاط بتاعنا. هاتي الخلاط. هفضل اضرب فيه كده والاقي بقى بصي ما شاء الله بقى عامل ازاي، فك من بعضه خالص. يعني ايه ما تضايقيش لو انت لقيتيه بالشكل ده، ما تضايقيش لما تلاقيه كلكع منك كده ومش راضي ايه يتفرك معاكي اهو، بقى مكلكع خالص اهو عامل زي العجين. مش هروح ارمي بقى الحبه دول، لا، حطي بقى كبشه دقيق صغيره كده بمقدار معلقتين في الشفشق من تحت، واحطي بقى الشفشق ايه من تحت. الكسكس اللي كان مكلكع اتفرد معايا وبقى بالشكل ده اهو. هديله كمان ضربه واحط له ايه كمان معلقه كده على خفيف، معلقه كده. ماشي. صغير. واضرب تاني. وقفي بقى ما انا خلاص عارفه. بصي بقى لما ينزل معانا، بصي مفرط ازاي. بصي اهو كده اتفرد معانا اهو. ماشي اهو. شيل دول كده على جنب اهو. بصي اهو. يبقى كده ايه مفيش قلق من حاجه ولا حاجه هتقف معانا باذن الله. عندك كبه اعملي بالكبه، ما عندكيش كبه يبقى الخلاط. هتاخدي شويه بشويه وتعملي نفس اللي انا ايه عملته ده. هكمل بقيه الكميه وارجع لك بقى تاني اهو. بصي كل ما تلاقيه محتاج دقيق حط له حبه دقيق لحبه في حبه، وتلاقيها مكلكعه شيليها تاني وحطيها ايه على جنب تضربيها تاني حبه بحبه لغايه ما يبقى معاكي بالشكل ده. خلاص. اكمل الباقي بقى في الشفشق الخلاط وارجع لك.
اهو كده بقى. بصوا بالشكل ده. هاجي بقى ايه، هجيب الحبه اللي ضربتهم في الخلاط، كل شويه تحطي معلقتين دقيق وتعملي. بصي وننزل المفرط ازاي اهو. كل شويه تجيبي معلقتين دقيق وتحطيهم، وتحطي الحبه اللي كانوا ايه مكلكعين. بصي بقى شكلهم عامل ازاي، ما شاء الله. نزلوا في ثواني، ما فيهمش اي حاجه اهو، ما بقاش فيهم حاجه تاني اهو. 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 ما شاء الله عليه. بصي حبه شويه كسكسي زي العسل اهو. هعمل ايه تاني، هوريكي بقى هعمل ايه تاني بقى. ماشي. طبعا انا حاطه الحله على النار والميه غليت، وعايزه اقوم بقى ايه عشان اشوف هعمل ايه. هجيب المصفى بتاعتي. طب انا هوريك كذا طريقه. ماشي. هجيب المصفى بتاعتي واجيب استني ياسمين. اجيب المصفى بتاعتي واحطها جوه الطبق كده، وافرد جواه حته القماشه بتاعتي. اخلي القماشه ايه متوسطنه كده عشان اطلق فيها الكسكسي من جوه. خلاص اهو. واسمي الله وانزل بيه واحده واحده كده وجوه الايه المصفى. يبقى احنا حطينا مصفى وحطينا حته قماشه نضيفه اهي، وانزل بقى بالكسكسي كده عشان بقى نسويه بقى على النار. هنزل بقى كده كل الكميه بتاعتي بالشكل ده، وافرده كده وانا شغاله كده اهو. الصلاة على النبي، الله اكبر عليه. شغلته. هنزل كل الكميه بقى اللي انا شغاله بيها كده اهو، واروح على البوتاجاز واحطه فوق الحله واكتم عليه كويس. احطه قبل المصفى بشويه صغيره عشان هو انا عايزه البخار بس بتاع الميه يسويهولي، انا مش عايزه الكسكسي يطول ميه. طبعا انا قعدت ازود في دي عشان افك الحاجات اللي كانت مكلكعه، خد مني بتاع كيلو ايه كده، 2 كيلو وربع. يبقى كده احنا حطينا بتاع 2 كيلو وربع دقيق، مش 2 كيلو. فكيناهم كمان بايه، بحوالي ربع كيلو كده. كل ده بقى لما يستوي هيفك تاني، ولسه كمان هنعمله مره تانية. هنعمله بقى مره تانية بايه بقى، بالمنخل الضيق عشان يدينا التخريزه الحلوه. ماشي. هاجي بقى الم القماشه بتاعتي بالطريقه دي، اقفل الجنب ده على الجنب ده كده. ماشي. والطرف ده المه كده واحطه كده عليه بالشكل ده، تكتمي كده عليه حلو عشان يستوي معاكي بسرعه اهو بالشكل ده. ما تخليش حاجه منه باينه خالص. وفوق الحله جوه واحطها. يلا تعالي بينا، يلا نخش جوه على النار، يلا ونشوف هنعمل ايه. وادي الحله اهي على النار. ماشي. الميه غليت معايا، جايبه الحله كده بتاعت الكسكسي واقوم حطها بالشكل ده. ماشي. اشوف غطا بقى واغطيه، وبعد ساعه الا ربع ارجع له تاني. ساعه الا ربع وارجع له تاني. ماشي. اغطيه بقى كده واسيبه وارجع لك تاني يكون ايه استوى. واوريكي بقى لما ارجع ازاي اعرف ان هو استوى ولا لسه. اهو جبته بقى من على النار اهو. شيل الغطا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. هنمسكه بقى كده. بس ما شاء الله البخار بتاعه كده. مش هقعد بقى اخبط عليه واقول لما اخبط ويرن، مفيش حاجه بترن، هي ريحه الدقيقه لما بتستوي بتبقى معبقه الدنيا، يعرفك ان هو استوى. ماشي. اشيلها كده البقجه بتاعتي، وامسك المصفى بتاعتي دي واركنها هنا كده على جنب، واجيب ايه واشيل دي كمان على جنب. بالطبق بتاعي كده واسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي طالع معايا ما شاء الله، مش حاجات بسيطه بس اللي لازقه وبتنزل كده على طول اهي معايا اهي. فكها كده بتنزل معانا على طول بالشكل ده اهو. وبمعلقه كده وافك، ما احطش ايدي عشان يبقى سخن. مش هقول بقى كلكع كده باظ، لا ما بص ولا حاجه، بيتفرك معايا اهو بكل سهوله. ماشي. نزلته بقى عشان احط له بقى الزبده بتاعته، واحطه تاني على النار نص ساعه، ويبقى كده خلاص استوى معانا بقى. نشوف هنحط ايه تاني في الاخر اهو. هتقعدي تكسري كده، هو بيتفك بكل سهوله اهو، بس عشان سخن مش هقدر احط ايدي.
واشقر على الميه وهو على النار، اشوف الميه لو نقصت ازودها ميه سخنه متكاتيه، او احط حله جنبي واوطي عليها. كل ما اعوز ميه سخنه تبقى الميه سخنه جاهزه ازود بيها اهو. بصي بقى بيفرول ازاي معايا اهو، بس سخن مش قادره احط ايدي فيه. بالمعلقه كده واكسره. وهنعمله تاني في الغربال تاني، بس الغربال بقى ايه اللي هو الضيق، الدور على الضيق بقى، مش الواسع، الضيق بقى. بسم الله ما شاء الله. هكسره كده وارجع لك تاني عشان ما اطولش عليك. ماشي كده فركته على قد ما قدرت، عشان ايه هو عايز ايديا وهو سخن، بس عملته بالمعلقه. كده كده هعمله ايه في الغربال. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك بقى، وكلمه حلوه منك ودعوه حلوه منك. ماشي يا حبيبتي. انزل بقى بالزبده كده وارش. صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله. الزبدة الصفراء. واقلب بقى. عندك زبده بلدي اللي هي الجاموسي ماشي، ماشي. دي بقري، زبده بقري. الله على الريحه ما شاء الله، مع الزبده بقى ايه عمل ريحه جامده. اوعي تعملي بسمنه هولندي ولا بسمنه اللي هي السايبه دي اللي هي الانواع التانية، مش عايزه اقول اسامي شركات. ولا تعمليه بزيت، في ناس بلاقيه بتعمله بزيت. لو عايزه تعمليه بسمنه بلدي. لا زبده صفرا اللي هي اللي هي البقري، لا جاموسي لا بقري. لو عايزاه تاكليه عادي يعني، لو حد عايز يعمله بزيت انضف نوع زيت واعملي بيه. ماشي. وهرش تاني ايه واعمله بالغربال الضيق، وارده تاني على النار نص ساعه، وارجع له تاني ونشوف هنعمل ايه تاني. ماشي اهو. قلبي بقى. ما شاء الله على الريحه تحفه. ده عايز يتاكل كده من غير سكر ولا حاجه. الف هنا وشفا على اللي هياكله يا رب. بسم الله. طبعا انت بتبقى مدفياها بس السمنه ما يكونش سخنه، عشان كده كسكسي سخن ما ينفعش. هتبقى دفيها بس يا دوبك تفكي بس. ماشي. نزل ايدي بقى كده ونفرك بقى كده، برد شويه عشان يتشرب ايه الزبده كلها تشرب مع بعضها. ونفركه تاني برضه بالمنخل الضيق. المره اللي فاتت كان المنخل الواسع. وكل ده هيفك معانا تاني. عشان نبقى ايه نخليه ناعم شويه عن كده، عشان كده مطرز قوي. خرص. حطي برضو حبه سمنه تانية محتاجه انت وانت شغاله، ليكي نظريه طبعا. تبصي تلاقي ايه محتاج شويه صغيره، يعني مقدار ايه ربع كيلو زبده عليه كده، يبقى ال2 كيلو خدوا ربع كيلو زبده. الصلاة الزيت على الاكل الحلو اللي يملى العين. كان زمان ايه اهالينا بيقولوا كده واحنا صغيرين، لازم يدلعوا الاكل وكمان بيغنوا له. تعملي بقى دواء جيرانك وحبايبك، تبعتي لاهلك معارفك. يا سلام بقى لو عندك فرح بقى زي ما قلت لك كده، ولا مناسبه سعيده حلوه. ما شاء الله. اجيب بقى الغربال بتاعي واغربله بقى قدامك. اجيب بقى شويه كده بطبق وايه واحط جوه هنا في الغربال. ماشي اهو. صل على النبي اهو. وافرك بقى.
بص بقى مفرط ازاي، اقعد اعمل كده بايدي. دي المرحله الاخيره ان شاء الله اهي. بص نزل ازاي، لو بيفك تاني معانا اهو ويبقى ناعم ونفرط اهو. بص الجمال، ولونه مصفر وعسل عسل. نهار برضو ما عملت المفتقه كانت جميله، جايبه لاخر الشارع، ريحتها ايه تحفه. فين اهي؟ اه بينزل كمان لوحده اهو. بصوا ناعم قوي. انا اوضح لكم اهو. بصوا اهو بص بينزل ازاي من الغربال من غير ما اعمله كمان اهو. اهو بالطريقه دي تفضلي بقى تفركي بايدك كده جوه. فوق يا ياسمين، فوق يا ياسمين اهو. تفركي كده اهو. بصي بقى اللي نزل اهو، هم دول برضو اللي نزل اهو. الصلاه على النبي. بصي الجمال. كسكسي ده ولا مش كسكسي اهو. ده بقى اخر مرحله في الفرق. بعد كده هنطلعه بقى على النار عشان يستوي. وبعد كده في الاخر بقى ايه، بعد ما يستوي نحط بقى عليه السكر، اللي عايز يحط عليه لبن، اللي عايز يحط عليه شوربه. بس كده. لو هتحطيه بشوربه ما تحطيش ايه، تعملي جنبه شوربه، ما تحطولوش لبن. جيبي بقى سكر مطحون تطحني انت في الخلاط عندك انا عن نفسي بحبه بالسكر اكتر. بص بينزل ازاي، وضحي يا ياسمين اهو بصوا اهو من غير فرق اهو. ما شاء الله. كمل الكميه بقى وارجع لكم بقى عشان الوقت الفيديو. كده خلصنا خلاص. الفرق بتاعه بقى كله جميل بالشكل ده اهو. وهنا بقى بعد ما خلصناه وغرفناه حطينا السكر بتاعنا اهو. السكر ده مطحون تطحنيه في مطحنه الخلاط اهو. تقلبيه بقى كله كده. بص بقى حلو ازاي، مفرفط وجميل ازاي. قرب شويه زياده. بص الحبايات بتاعته عامله ازاي، ما شاء الله، ناعمه جدا وحلوه. والف هنا وشفا، بطريقه سهله وبسيطه. وبدل ما نجيب الحاجه من بره نعملها في البيت. يلا يا حبايبي ما تنسونيش بقى في لايك وشير، تعليق حلو منك. واقول لك استنيني في فيديو جديد ان شاء الله هيعجبك جدا. وتابعوني وان شاء الله كل اللي بيشترك عندي انا بشترك معاه. يا رب فيديو النهارده يكون سهل وبسيط. واستنوني في فيديو جديد. وكل سنه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. مع السلامه يا حبايبي يا حلوين يا اغلى متابعين لينا.